يا صباح الفل. في نوع من الشخصيات اللي بتقابلنا في حياتنا اللي هي دايما على لسانها الكلام اللي هو ايش فاهمك انت؟ ها؟ ايش عرفك انت؟ لا شكلك مش فاهم، لا انت ناسي، لا انا قلت لك الموضوع ده من 3 شهور وانت ناسيه، لا بص غالبا انت ما عندكش تفاصيل، بص لا انت مش فاهم الموضوع صح، انت فاهم غلط. يسكت؟ لا، يدخل على الليفل الاعلى من كده اللي هو ايه؟ تعالى اما اقول لك، تعالى اما افهمك، بص الموضوع كله عندي، انا اللي عارف التفاصيل، انا اللي فاهم صح، انا اللي عارف كل حاجه صح. الليفل الثالث، بص بقى انا هقول لك تعمل ايه، بص انا اللي هخليك تعمل الحاجه دي صح، انا اللي هخليك تعرف الحاجه الفلانيه صح. النوع ده من الشخصيات بيعمل حاجه في دماغنا اسمها التشكيك الادراكي. التشكيك الادراكي يعني بيخليك تشك في ادراكك للامور، يعني بيخليك تشك في طريقه تفسيرك للامور، وطريقه تفسيرك للامور دي بتكون مبنيه على قيمك ومعتقداتك وافكارك وتربيتك وعلى حاجات كتير جدا. هو بقى بيبدا يبوظ لك الحته دي علشان تلجا له دايما في كل حاجه، علشان ترجع له دايما في كل حاجه، ومن هنا يبدا يسيطر عليك. النوع ده من الشخصيات مش هقول ما نتعاملش معاه، لو انت فاهم الاسلوب وفاهم الطريقه بتاعته اوكي كمل، بس ما تنسقش ورا طريقته وافكاره. لكن لو مش فاهم اديني فهمتك علشان ما تكملش معاه. واشوفكم مره تانية على خير في هندسه نفسيه. باي باي.